كثير مثلا من النساء أو من أخواتنا ومن بناتنا يعني أحيانا تزين السفرة ليس لزوجها وأبنائها وإخوانها وأهلها، إنما فقط للتصوير. فالإشارة إلى مثل هذا الشيخ مهم جدا. لنعلم أولا أنه بعض النساء جزاهن الله خير تجد أنها تحرص الحرص الكامل الشديد على أن تزين سفرتها، تجلس ساعات حتى تهندس في الخيار المعينة وطماطم معين وشكل معين حتى ينظر إليه الناس، بينما لو جلست هي مع زوجها ومع أولادها ما صنعت هذا أبدا. لو لم يكن هناك هذه الوسائل سناب وغيره نعم ما صنعت هذا أبدا للأسف. وهذا يعني حقيقة وواقع، والله تأثر عدد كبير من الناس من الحسد والعين بسبب هذه الأمور. والله الذي لا إله إلا هو أني وقفت على الله المستعان حالات سرطانية تأثرت مباشرة بعد صورة أعلنت أو نشرت في حسابات التواصل. والله وقفت عليها بنفسي ورأيتها بعيني، والله أن أطفال أصيبوا بالسرطانات بسبب مثل هذه الأمور، بسبب الصور التي يتم تناقلها. الصور تسحر أو يسحر من خلالها، والدليل أنه لو صورتك أنا صورة وأخرجتها ثم قمت بعمل السحر عليها تصاب بالسحر. فلماذا نستصعب أن يقوم الساحر بأخذ الصورة التي عندك في هذه الوسيلة من وسائل التواصل فيطبعها ثم يقوم بعمل السحر عليها؟